والضرر الاكبر والمكسب المعقول في مقابل المكسب المثالي اللي انت عمرك صعب جدا توصل له. لو حد النهارده بيخطط ان في يوم من الايام في انتخابات هتجيب له المرشح المثال نبي من الانبياء، مش هيحصل. انت ده ما يكون عندك الشباب بيطمح ليه، يقول لك انا عايز انتخب الشخصيه المثاليه اللي انا بحلم بيها. ما احنا عايزين جرعه من الواقعيه مع المثاليه. انا اقصد ايه؟ افضل حد هو اللي يعرف في تصور مثالي، بس ما تخليش المثاليه دي تلقي بيه الى اللا شيء. يعني المثاليه العدميه على فكره ده مصطلح فلسفي. الناس تؤمن بمثاليه مطلقه فينتهي بالحال. طب في 25 بديل ولا واحد فيهم بيحقق المثل اللي انت عايزه. المثاليه المطلقه غير موجوده اصلا. المثاليه المطلقه وبالتالي المثاليه العدميه. عشان كده انا بقول للشباب الثوره هم يسمعوا كلامي مره واحده. اسمعوا كلام الدكتور. كلامك انت بس ولا كلام كل الناس اللي عملت؟ احنا سجلوا حضوركم، سجلوا انتصاركم، سجلوا حقكم. انتم اصحاب الفرح ده. وهي المقاطعه ان هم بيدوا اصواتهم للاخوان المسلمين كده، يعني بيدعموا موقفهم. هو بيوصل لمثاليه عدميه. وضع مثالي في ذهنه ملوش اي انعكاس على ارض الواقع. وفي الحقيقه برضه لازم اقول بس النتيجه ايه؟ النتيجه طبعا بمؤشر سلبي. يعني لما تيجي تقول لي ان الانتخابات